واخيرا الفيديو اللي كنت خايف انزله بسبب كميه الهجوم اللي ممكن يجي عليه، وخصوصا من البنات، وخصوصا بقى اكتر من الاهالي. ولازم كمان انك ما تلومنيش، انا مجرد واحد بس جاي اقدم حل من الحلول، لان دي مش مشكلتي، لان هو اصلا اقتصاد البلد هو اللي كده، انا ماليش دعوه، انا بس جاي اقدم لك حل وان شاء الله هتاخده بيه. فما تلومنيش، انا حل البلد هو اللي كده. تمام؟ تعرف ان لو كل الرجاله اغنياء اللي في مصر اتجوزوا 4 برضه في ستات كتير قوي او بنات كتير قوي مش هيلاقي حد يتجوزهم، لان خدها قاعده كده، لو الراجل بقى فقير البنت هتبقى فقير، لو الراجل بقى غني البنت هتبقى غنيه، لان البنت مرتبطه بالراجل، سواء بقى ابوها اخوها جوزها ايا يكن، حتى ابنها. وطالما معظم الرجاله في مصر فقيره يبقى البنات هتبقى ايه بالظبط. تعرف بقى ان انت لو شغال وموظف ومرتبك ممكن 8000 او 7000 جنيه ممكن تتجوز دلوقتي عادي؟ هتقول لي ازاي يعني؟ وهي انك تتجوز من غير ما تجيب الشقه، هتتخلى عن عيشه الزوجيه. قلت وانا ما جبتش الشقه ومن هتجوز ليه يعني؟ ولك بسبب الظروف الحاليه، انا ماليش ذنب طبعا، هي انك هتصرف على مراتك من بعيد لبعيد كده، انت في بيت اهلك وهي في بيت اهلها، وهتصرف عليها كل حاجه، علاجها واكلها وشربها، كل حاجه عليك انت، وحتى لبسها. وجد لهم اي حل. يعني انت عايز تبهدل بنات الناس معاك؟ انا مش قصدي كده، لان دلوقتي الشباب اصلا ظروفها صعبه، فانا عايز اسهل عليهم الدنيا وعايز اوجد لهم اي حل. برضه مش مبرر، انت لو استنيت تجمع ثمن الشقه ديت هتقعد وقت كبير قوي من غير جواز، وده فوق طاقتك وضد اصلا فطرتك كبشر، لان طبعا الظروف في مصر سيئه جدا، وخلي بالك لسه كمان هتبقى اسوء بكتير. فانا لو جبت لك حل هخليك تتجوز مهما كان مرتبك ايه، بس طبعا لازم البنت تكون موافقه الاول. وديك شايف اهو الشقق بقت في مستوى تجار المخدات، لو ايه مخدات محشيه ريش نعام كمان. ولازم تعرف كمان ان الجواز حاجه اساسيه زيها زي الاكل والشرب، وغير احنا في مصر او الدول العربيه الفقيره عملنا حاجه غريبه قوي فوق طاقه التحمل البشري. ايه هي الحاجه دي بقى؟ انك لا عارف تعمل علاقات في الحرام ولا عارف تعمل علاقات في الحلال، علاقات السرير طبعا، لانك بمنتهى البساطه انت خايف من ربنا، ولا عارف تعملها بالحلال بسبب الفلوس، لان على الاقل في الدول الغربيه هم عندهم علاقات عادي والدنيا اسهل هناك بكتير، لكن كل حاجه ليها ثمن. هم برضه عندهم هناك تفكك اسري، والناس هناك فاضيين من جوه، فاضيين عاطفيا، لان هم بيشبعوها بطرق غير شرعيه. طيب فالمفروض احنا بقى نعمل ايه؟ المفروض ادام احنا في دول اسلاميه بتخاف من ربنا ان احنا نسهل الجواز قوي بسبب الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها، يبقى نسهله قوي كمان، بحيث ان احنا نعمل توازن. هم عندهم الحرام سهل واحنا عندنا الحلال اسهل، لكن احنا هنا حضرتك ما عندناش اي تفريغ، لا حلال ولا حرام، ولو عملناها في الحرام الا دنيتنا هتبوظ اكتر والاخره برضه هتبوظ، لان ربنا هيعاقبنا. اما الحلال محتاج تبقى ساري عربي. الشقق غاليه قوي، ولو لقيت شقه في منطقه كويسه فالايجار هياكل مرتبك، ولو لقيت شقه معفنه في منطقه اعفن فبرضه الايجار هياكل مرتبك، بس مع شويه بونص كده، وهي ان مدمنين المخدات هيبقوا رايحين جايين في الشوارع، اصل هم بيحبوا يناموا كتير. وريت بقى يتخلى عن موضوع الذهب ده، لان برضه ده بيصعب على الشباب كتير. خليك عارف كمان زي ما العلاقات المحرمه هناك سهله، فبرضه الجواز برضه سهل، لان هناك بيتجوزوا ممكن بخاتم فضه ولا حاجه، مش محتاجين هم بقى يعملوا فرح، وانا بنتي مش اقل من بنت خالتها، او هي ام جون احسن مني. فاكر بقى لحد هيصدق الهبل اللي انت بتقوله دوت؟ خليك بقى في الوهم بتاعك. انا واحد بيعمل اللي عليا، تاخد ما تاخدش دي بتاعتك انت. ولازم تعرف كمان انت لو اتجوزت مثل الشقه حاليا قبل ما تجيبها فانت هتوفر الايجار وفواتير النور وفواتير الميه وفواتير النت وفواتير الغاز وكل الحاجات ديت، والفلوس دي بقى كلها مراتك اولى بيها، يعني تقدر تفسحها، تقدر تجيب لها هدايا، هتعرف تصرف عليها كويس يعني. لكن لو قعدت تجيب شقه ما انت هتجيب برضه الاجهزه الكهربائيه بالقسط، وبرضه القسط دوت هيدمر مرتبك كل شهر، وطبعا بقى الخناقات اللي كل شهر والطلقات اللي بتحصل بسبب الفلوس. فاحنا بس نزيح مشكله الشقه دي على جنب دلوقتي وتتجوز دلوقتي، وان شاء الله في المستقبل يبقى نجيبها، لان فعلا من غير شقه انت فلوسك دي هتعرف تصرفها على مراتك، لان مفيش كل شهر حاجه هتتخصم منها، هيبقى انت ومراتك بس. سلام. طب والعيال يا فالح؟ يا سيدي بالنسبه للعيال فانت بدل ما تستنى الفتره دي كلها وتكون نفسك بالسبع والثمان سنين عشان تجيب الشقه، اتجوز دلوقتي، والعيال هيبقى خلفوا بعد 7 و8 سنين. شفت الموضوع سهل ازاي؟ احسن من تقعد المده دي كلها من غير جواز. فالحل انك تصرف على مراتك وانت في بيت اهلك وهي في بيت اهلها، تضطروا حتى تبداوا من الصفر، ويبقى تتقابلوا بقى فين وفين. طبعا انا ماليش دعوه، اوعى حد يلومني، دي مشكله البلد ومشكله الاقتصاد، البلد ما بقاش فيها فلوس. الجواز لو فكرت فيه الحاجه المضحكه انه سهل قوي، بس اللي مصعبه هو الشقه، يعني انت اصلا لو معاك شقه مهما كان مرتبك، شقه ملك طبعا، تقدر تتجوز بسهوله. طب ما يصبر وبقى ما يكون نفسه، ايه خلاص؟ مش عارف يمسك نفسه؟ يا حبيبي الموضوع دوت كان زمان، احنا مش في التسعينات، دلوقتي الفتن بقت في كل مكان، كل ما تفتح التليفون تنزل الشارع تروح فين الفتن بقت في كل مكان، فانت هتعرف تصبر المده دي كلها من غير ما تعصي ربنا نهائي فبراحتك. الموضوع دوت بالذات ملوش علاقه بالتربيه، لان دوت طبيعه بشريه واحتراج بشري، مهما انت كنت متربي ومهما انت كنت متربيه فمصيرك هتضعفي في يوم من الايام. فالتضحيه دي بقى تستحق ولا لا؟ ده لو طبعا
انتوا عايزين تحافظوا على دينكم، طول ما انت مش متجوز هتفضل تعصي ربنا، ولما تعصيه هيعاقبك، ولما يعاقبك ممكن الفتره اللي انت عمال تكون فيها نفسك ديت تبطأ شويه بسبب الذنوب. وكمان طول ما انت مش متجوز فدماغك مش بيشتغل بكامل طاقه، ان سواء الراجل او الست بيفضل يفكروا في الحاجات ديت كتير، فالذنوب هتعطلك. لكن طول ما انت متجوز دماغك هيبقى اصفى وهتعرف تركز في شغلك احسن، وطبعا مفيش ذنوب، وطبعا ربنا طالما انت متجوز يبقى ربنا هيرضى عليك، لان انت هتتوب من الذنوب اللي انت بتعملها. ولما الذنوب تختفي ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيوسعها عليك وبيكرمك. لازم تعرف كمان ان الجواز بيجي فلوس، لان ربنا ما يرضيهوش انك تطلق مراتك بسبب الفلوس. طبعا لو انت متجوز بالعقليه دي انها معتمد على ربنا، واحد زي ما قلنا انت اللي هتصرف عليها كل حاجه، بالمره تساعد ابوها احسن ما ابوها هو كمان يستنى السنين دي كلها بيصرف على بنته. ولا ايه يا حاج؟ انا هسالك سؤال كده، هو انت هتصدق مين؟ الشيطان ولا ربنا؟ ليه؟ هو الشيطان قال ايه وربنا قال ايه بالظبط؟ انا هقول لك دلوقتي. الشيطان بيأمركم بالفحشاء ويعدكم بالفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني الشيطان بيفضل يخليك تصرف فلوس كتير قوي على مراتك وتجيب لها هدايا وتفسحها هنا وتوديها هنا، لكن اول فكر فكره الجواز هيفضل يخوفك، هيفضل يقلقك من الجواز، هيفضل يقول لك انت مش هتعرف تصرف عليها، هيقول لك الجواز ده صعب، هتجيب الشقه منين؟ ده في ناس بيطلعوا بسبب الفلوس. طب والعيال عيالها دخلوا المدارس فين؟ حلو. طب الحل ايه يا شوشو؟ يا سلام انت جاي في جمل. الحل بسيط، الحل انكم تفضلوا كده. طول ما انتوا كده فانتوا وضعكم المادي هيفضل كويس، لكن الجواز ده وحش، هيخرب بيتك الجواز دوت. اوعى. الحاجه الثانيه ربنا بيقول لك لو اتجوزت انا هغنيك، وانكحوا الايام منكم وان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ربنا بيقول لك لو اتجوزت او سعيت في الموضوع دوت انا هغنيك. يعني من الاخر كده ربنا بيقول لك ان العلاقات السريريه توصل للسرير بتجيب الفقر، والجواز بيجيب فلوس وربنا هيوسعها عليك. والشيطان بقى بيعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، بيامرك انك تعمل الذنوب ديت كده خارج اطار الزواج عشان انت معكش فلوس، او كل ما تفكر في الجواز ده انت هتفتقر، ده انت بيتك هيتخرب، انت مش هتعرف تصرف على مراتك ابدا. لكن طول ما انت بقى خاطبها او ماشي معاها وتصرف عليها الفلوس دي كلها ده عادي كده، انت كده زي الفل، انت كده لا فلوسك مش هتحصل لها حاجه. الجواز لا، الجواز ده لا بيجيب الفقر. فثلاثه كان حقا على الله ان يعينهم، منهم الناكح يريد العفاف. فانت بقى هتصدق مين؟ ربنا ولا الشيطان؟ وطبعا 90% من الناس بيصدقوا الشيطان. يا ريت تدعمنا ماديا لو تقدر، تعمل لايك وسبسكرايب.